بلغ عدد طلعاتنا لإسناد عمليات الفلوجة فقط 240 طلعة قتالية و320 طلعة بشكل عام. اليوم بدأت العملية التغلغل إن شاء الله إلى داخل فلوجة، وبالتحديد من جزر التفاحة. طائراتنا موجودة من فجر هذا اليوم تسند قطاعات الفرقة الأولى والسي تي اس، وقدمت إسناد رائع لهذه القطاعات وتتقدم بشكل جيد. هنالك مقاومات صحيحة تم معالجتها لحد الآن. طائراتنا دمرت عجلتين ووكر للإرهابيين في يحوي 15 مسلح وعجلة أحادية. بنفس الوقت يوم الفجر اليوم تم إسناد قطاعاتنا في هيت أيضا، وتم تدمير الهجوم بأكمله. العملية تجري بشكل منتظم وبإسناد رائع. عندما أقول أنا من محور تفاحة لدي طائرة على كل المحاور الموجودة حول مدينة فلوجة، وإن شاء الله سيكون لنا دور كبير داخل مدينة فلوجة لإسناد قطاعاتنا اللي بدأت تدخل إن شاء الله المدينة. كل الأسلحة الحديثة بدأنا إدخالها في هذه المعركة، بما فيها المسيرة سياج 4 المعدات الدقة العالية، وطائرات صائد الليل 128، وطائرات المي 35، وطائرات البيل الأمريكية واليوروكوبتر، وكل الطيارين هم جاهزين لتنفيذ العمليات. عملياتنا طبعا مستمرة ليلا ونهارا، ولدي مفارز متقدمة للأمام ومستشارين جويين وبإسناد القطاعات. عندي الآن قاطع 14 تم تدمير وكل الإرهابيين، مسلحين 8 في منطقة البوشجل. في قاطع الفرقة الأولى غرب الفلوجة تدمير عجلة تحمل أحادية، بيكب فيها 3 أشخاص مسلحين قتل فيها في منطقة الصقلاوية، أحادية في منطقة الشيحة، عجلتين تحمل مقاومة طائرات في منطقة الشيحة. عدد من البيوت غرب الفلوجة يتحصن بالإرهابيين تم رصدهم المسيرة وتم توجيه ضربة مباشرة لهم وقتلهم جميعا. أيضا غرب الفلوجة هنالك وكر تم رصده وتدميره بالكامل. عجلة تحمل أحادية في ضمن قاطع الفرقة الأولى، مسلحين يتنقلون بعجلة كبيرة تم تدميرها بكاملها مع العجلة، هذه ليوم واحد. فعملياتنا خلال الفترة 5 أيام الأخيرة بلغت قلت لك 240 طلعة، دمرنا العدو بها خسائر جدا كبيرة، والحمد لله نتائج مرضية.